تطبيق هيلخص لك اي محاضره وهيطلع لك اسئله كمان. مشكلتي كانت اول لما دخلت الكليه واول محاضره خدتها كانت عباره عن البي دي اف بتاعها، كان عباره عن حوالي حاجه و40 صفحه، فما كنتش عارفه اذاكرها ازاي. فلقيت تطبيق بتقدر ان انت تدخل ليه البي دي اف بتاعك وكمان يطلع لك اسئله والحاجه اللي انت عايزها، وهو تطبيق شات بي دي اف. بتحمل عليه ملف من عندك سواء كان بي دي اف او محاضره عندك او اي سلايد او اي حاجه انت مش فاهمها، بيبدا ان هو يقراها ويشرحها لك اكنه دكتور معاك بيشرح لك الماده، بيتكلم معاك اكنه حد فاهم الماده. كل اللي عليك بعد ما بترفع له البي دي اف او السلايد او المحاضره اللي انت مش فاهمها، بتبدا ان انت تقول له اعمل لي بقى، لخص لي، جيب لي اهم البوينتس اللي موجوده فيها، او اعمل لي اسئله، او اشرح لي نقطه معينه انا مش فاهمها. بيبدا ان هو يقراها وبيفسرها لك بالتفصيل وبيشرح لك كل حاجه انت عايزها. ولو عايز اسئله هيطلع لك اسئله على كل المحاضره بتاعتك، وكمان بيضم لك كل البوينتس اللي موجوده في البي دي اف بتاعك. المميز فيه ان انت مش بتضيع وقتك، هو بيلخص لك وبيشرح لك وبيديك اسئله كمان تقدر ان انت تراجع فيها. بس اهم حاجه ان في الاول وفي الاخر ده تطبيق ما يكونش اعتمادك عليه بنسبه 100%، لازم برضو في الاول وفي الاخر ترجع للبي دي اف بتاعك. هو بس تسلمه انك تفهم البوينت اللي انت مش فاهمها، او ان انت تطلع اسئله بحيث ان هي تثبت معاك المعلومه، لكن اعتمادك في الاول وفي الاخير على البي دي اف الاصلي بتاعك. ما تعتمدش عليه بنسبه 100%، خليه بس اداه تساعدك اسرع وتفهم احسن. جربوا شات بي دي اف واكتبوا لي في الكومنتس نفع معاكم ولا لا. بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو وشير عشان غيرك يستفيد، واستنى الفيديو اللي جاي.